رقم 5 يحيى جبران، 6 القائد ابراهيم النقاش، 18 وليد الكردي، وهدف فينال 2017 ضد الاهلي. 11 اسماعيل الحداد، رقم 20 ايمن الحسوني، 17 بديع عوك، و23 اللاعب جاب باجو. اللاعب هذا هو الاجنبي الوحيد تقريبا في التشكيله الوداديه. بالنسبه للنادي الاهلي لحراسه المرمى محمد الشناوي، 30 يمين هاني. لحظات وتنطلق المباراة. حكم المباراة الزامبي سيكازوي في حضور الفار، والغرفة المظلمة المنيرة سيقودها طبعا باملاك تاسمة، أحسن حكم في إفريقيا. واستغرب عدم وجود بالنسبة لي أنا مع باملاك أحسن حكم في القارة مع باملاك تاسمة اللي هو الجنوب الإفريقي فيكتور غوميز. لا أدري لماذا دائما يستبعد فيكتور. على كل حال الأهلي الوداد، دقت ساعة الحقيقة، دقت ساعة الحلم. النيجيري أجاي، و18 مروان محسن، وانطلاقة المباراة بالجيش الملك أو الجيش الملكي. خطأ لفريق النادي الأهلي الوداد الأحمر ضد الحمراء، ومرة الأولى كانت تعادلية. الكرة عرضية راسية أولى لفريق النادي في المونديال بمركز ثالث، وهو البوديوم للعرب في تاريخ كأس العالم. والأهلي يريد الضغط على الفريق الودادي. خطيرة خطيرة خطيرة، جول! الهدف الأول للأهلي. أن تكون أهلاوي هي نعمة. 1-0 للأهلي. الأحمر يسجل عن طريق أفشة يسجل 1-0. 3 دقائق خطأ في وسط الدفاع. يحيى جبران ماهوش اكسيال، هو بيفو، يفكوا له كرة يربع بيتسو وولاد بيتسو، وعمود الصومعني الجنوب افريقي الذي يعرف كثيرا الوداد يسيطر في البدايات والعبرة بالخواتيم والانطلاقة السريعة. الاهلي يوحد صوروا في الدقيقة 89 لحد اللي فات. الوداد كان البطل اليوم، وغدا يعمل ربي دليل، ربي يسهلها للجميع. ولكن طبعا من حق الفرقتين انهم يصارعوا يقاتلوا استنزفوا. انا اتابع مباريات الدوري الماضي بالاساس، اول الانديه العريقه 1937، وكره السوبر والهدف التاريخي للصاروخ ايمن منصور. خطيره جدا. الوداد الاسطوره انهم خرجوا من فيلم وداد، والتسديده الوداد كاد يعادل الارقام يا جاموندي. كره الو يا اليو حتى الكرة الشحات، حسين هرب وحسين يعني الكرة تمشي شحات والانطلاق، والكرة ترجع عن طريق الهجوم، والكرة في لمسة واضحة كانت على هاني. الوداد المغربية مقابل 3 أهداف فقط. الزمالك ضد الانديه المغربيه قصه نجاح. طلعت ما طلعتش، خرجت ما خرجتش، السليمه لا الكروس لا بالراس، وينه الراس ترجع بالدفاع للنادي الاهلي في الصراع على بطاقه الفينال في بطولة افريقيا. مصر والمغرب 23 انتصار مصري مقابل 13 المصرية في افريقيا. الشناوي يخطأ، الفرصة موجودة صعبة. هاني خلت جدلة وليا في كازا 2-0، والراسية تاتي وين الضربة يسدد والتعادل قريب يا حسوني قريب. اقترب الوداد الرياضي من التعديل. كلها بركلات ترجيح ضد الترجي وضد وهران وضد جولفيلز، والحداد والركنيه يا حداد الصياد يصيد كوره، لا استفاد ولا فاد فريقه. ترجع الكوره بالراس، وين الراسيه؟ ترجع دفاعيه، ترجع الكوره مره اخرى. مروان محسن والدفاع عن طريق اول المدافعين تقناوتي. والوداد جاب اكبر حارس، جاب علام، جاب هزاز، ولكن جاب احسن حارس تاريخ الكره المغربيه بادو الزكي. الكره تمشي مره اخرى، ساتكلم على فرق العاصمه بعد لحظات. الكرة عرضية واسماعيل حداد كرة اوت. العاصمي نادي العميد الذي سيحتفل مبروك المئوية، 100 سنة من التألق والتاريخ والبطولات وأسماء في المنتخبات الوطنية بكل فروعها، تألق وألقاب خارجية داونس، وكان لاعبا في سان داونس، وعلى فكرة ربح الشامبيونز ليج 2016 مع الماميلودي في الفينال الشهير على نادي الزمالك. أجواء كبيرة في غياب اقوى ظهير في تاريخ تونس معلول. حط الكرة وخطيرة، والثاني عن طريق الهدف الثاني خطيرة، وعلى طريقة اوماير وحراس اليد رائع. مباراة المئوية
قطع النظر 4-0 التسديده ممتازه. ومروان محسن هذا مروان، هذا ما يعملها كان مروان محسن. شاط الكرة مروان، حتى المدافع في داره. شوف خلي جاي يرجع بالكرة جاي ومعليه، والكرة خطيرة ومرت سليم. الاهلي نار، الاهلي نار، الاهلي نار في هذا المشوار، خطيرة جدا. وعليه والكرة بعيدة من معلول. مراوغة حلوة، يمشي بديع، هذا بديع عوك بديع، واثنين عليه والخطأ موجود. ولحد الآن تمام على مستوى إدارة المباراة من أحد. ترجع كرة للفريق الودادي خطيرة وملعوبة، وباكبو في تجهيز فريق أقوى في إفريقيا العام الجاي. كرة حلوة برشا، كرة تدور تتشابه وقوية، ويمشي كباكبو هذه كرة، وكباكبو خفيفة ظريفة وكرة نظيفة على الشن. نتعارف ونشرب قهوة مع بعضنا يا كباكبو. تمشي الكرة للركنية، الأهلي يرجع لأيام واشعاع زمان. كرة حلوة، تحضير ممتاز، والتسديدة أقل امتياز. تخش في مرمى الخصم بالنسبة للوداد، خطيرة هذه، هي مش ممكن ضيعها الكرة. ديانج ترجع الكرة مرة أخرى، هو الحداد وكرة من إسماعيل برا اوت. حدادينو كان قريب من التعادل. الوداد الرياضي فرصة للوداد، ترجع أرضية من الحداد يعطي باس، هي والكرة خطيرة، وماذا هناك؟ والحكم يقول ضربة جزاء للوداد. أفكاره هو شوف مغطي عليه ديانج، ما شافش مليح، متردد. هل هو دخول بقوة بلغة الباسكت باساج ان فورس، ولا إعاقة؟ فاينل يتقدم ويضيعها نادي الوداد. بديع ووك يضيع البنالتي، وجاموند يهبل عليها. مش ممكن ما داره الفريق الودادي يا ووك. يا بديع يضيع لا أدري. جمعة الصخرة في الوسط، دفاع يتسمى لا علاقة يعني مقارنة مع ما كان. وهي الحقيقة الكواليتي تبع اللاعبين في افريقيا والعرب، فرق خاصة المغاربية هذا الحل. بينما هنا فرصة خطيرة وملعوبة صعبة يا سوريا. الكرة ترجع الشحات من هاني، يمشي حسين يدور يلف، يلعب هاني الكروس، ترجع بالراس عكسية. اش تعمل؟ ليست ليلتك يا جبران. يتغير السيناريو ولم تتغير الكرة، وكرة حلوة 1-2 ومحسن، ويمشي الدفاع والكرة وحمدي وحلوة والانطلاقة وطلب بالكرة ومحاولة التوزيع، ويمشي الشحات وخطيرة والتقنالي. ترجع الكرة عن طريق كارتي وليد في خطأ نصير، فماش تسلل، فما الحداد يا ولد، يمشي حدادينو، الكرة على اليسار وهاني توب يضغط عليه. الكرة ترجع وخطأ فاتح من الولد حمدي فتحي، ولكن الوداد لم يستغل الفرصة ولم يستثمرها. خطأ للوداد، وحمدي يخطئ ويكلف زميله ورفيقه ورقة صفراء، وانذار في وسط لكن الواحلين. ربي يعمل دليل. الكرة خطيرة والدليل هجومي، والكرة عن طريق حسوني. بقية تمشي الكرة عرضية، الهربة فمش تسلل، عودة له شحات يضيع كرة الضربة القاضية. ماذا درت يا حسين؟ لماذا لم تكتب يا حسين؟ لماذا ولطيف وعبد اللطيف، والتف بينا يا رب في هذه الايام الصعبة. وجاي يدخل وجاي ضربة جزاء للنادي الاهلي، بينالتي للاهلي. انسوا التاسعة ستأتي لكم غصبا أو حبا، كرها أو حبا. الكرة في مسير ومسار لكرة معلول، يمشي معلول وجول، معلول الثاني رجع الأهلي من ثاني. وتحية لمؤمن زكريا، 2-0 للقلعة الحمراء. هم الشياطين الحمر، 2-0 للنادي الاهلي. سيطرة مطلقة، ترجع الكرة عن طريق قفشة، يلعب الكرة قفشة، توصل الكرة خطيرة وفرصة يسجل لك ثنائية في كازا ما سهلة، اكيد ستلقي بظلالها في مبث. ترجع الكرة 1 و2 عن طريق هاني عرضية، والمروان 1 بين 2، يا جيرالدو يا سليمان، وخطيرة والكرة في الهدف ضاعت على الوداد. يا اسماعيل كرتك يا اسماعيل. وهنا جيرالدو في دور الدفاع، والكرة الوداد، هي بديع، صلح غلطك يا بديع.